سلام الخوت، كي دايرين؟ اموركم مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مره اخرى ودائما في القناه ديالكم، قناه الا بغيتي تفهم. القناه اللي دائما كتحاول تقلب لكم على مواضيع وعلى الجديد باش اننا نتكلموا عليهم ونبسطوا اي معلومه حصلنا عليها. والان في هذه الحلقه هذه غنحاولوا نتكلموا على الدعم المباشر ديال السكن ديال 2023 واللي هو مشروع السنه ديال 2024. بغينا نتكلموا شنو المعنى ديال هذا الدعم هذا وشنو هما الخطوات ديال التقديم على هذا الدعم المباشر للسكن 2023. هو كما كتعرفوا انه هذا التقديم على الدعم المباشر للسكن هي واحد الاخبار اللي هي هامه، اللي بزاف د الناس كيقلبوا عليها في المغرب، و بسببها انه بغينا نعرفوا كيفاش التسجيل باش نستافدوا من هذا الدعم الخاص ديال الاسكان اللي تم الاعلان عنه بواسطه الملك محمد السادس اللي هو ملك المغرب نصر الله، وذلك حتى يتحقق الامتلاك الوحدات السكنيه لمن يريد من المواطنين في دوله المغرب. وبطبيعه الحال في هذا الفيديو بغينا نتكلموا على هذا الدعم والمنصه اللي اتاحتها الحكومه للحصول على وحدات سكنيه. الان الدعم المباشر للسكن عام 2023 هما من الامور الهامه التي تشغل المواطنين في المغرب. والان الموضوع ديال الدعم المباشر للاسكان في المغرب، قامت الوزاره ديال الاسكان والتعمير المغربيه باعلان عن واحد المشروع الذي يخص الدعم المباشر للحصول على واحد السكن مناسب، وكذلك ركزوا على المساله انه كيتوفر على معايير الجوده. وكذلك اعلنت عن من يستفيد من تلك المبادره هم كافه المواطنين المتواجدين في دوله المغرب والذين تتوفر لديهم شروط خاصه لاقتناء هذا السكن، واللي غادي ان شاء الله نوضحوه في هذا الفيديو هذا. اول حاجه كما كنعرفوا نظرا للتقدم التكنولوجي اللي كاين في هذه الايام هذه، الحكومه المغربيه دارت واحد المنصه اللي من خلالها غادي تسجيل ديال الطلبات من اجل امتلاك وحده سكنيه من هذه المبادره الدعم ديال المباشر للسكن. فبدا بطبيعه الحال هاد الطلبات التسجيل الامتلاك ديال السكن بالمغرب يكون بطبيعه الحال من اول يناير من 2024، يعني الشهر الاول في العام الجديد. بطبيعه الحال الشروط الخاصه للاستفاده من هذا الدعم ان الوزاره ديال التعمير والاسكان قامت باعلان واحد المجموعه من الشروط الى توفرت فيك بطبيعه الحال انك غادي تمتلك السكن من خلال هذا البرنامج ديال الدعم المباشر للسكن. اول حاجه الشرط الاول اللي هو شرط مهم هو ان يكون هذا المتقدم هذا الطلب ديال الدعم المباشر ذو جنسيه مغربيه، سواء داخل الوطن سواء خارج الوطن. كذلك الشرط الثاني ما يكونش مالك شي عقار سكني من اي مكان في المغرب، ما يكونش عنده شي حاجه في الملكيه من ناحيه ديال السكن. والشرط الثالث كذلك ما يكونش المتقدم انه مستفد بشي برنامج او من برامج اعانات او مستفيد من اي امتياز كتمنحها الدوله. كذلك الشرط الرابع انه يكون متقدم بواحد عقد خاص بالبيع النهائي، تكون انك باش تشري باش ما يمشي مثلا تاخذ الاستفاده وانت مثلا تقدر تراجع على انك تشري السكن، ضروري يكون واحد العقد نهائي بالبيع. كذلك ان يحضر هذا المتقدم عقد بيع نهائي ويلتزم به المشتري بانه يخصصه للسكن بمقر رئيسي لفتره تمتد ل5 سنوات. كذلك كما تيقول لك بانه ما عندكش الحق انه يكون عندك خصو يكون هذاك السكن ديالك خصك تسكن فيه 5 سنوات باش تقدر تكون تستفد من هذا الدعم المباشر. وان يكون الرهن العقاري موضوع لفائده الدوله من الدرجه الاولى والثانيه. دونك هادو هما الشروط اللي تكلمنا عليهم، خاص يتوفروا هاد الامور هذه باش انك تستافد.
لانه هذا السكن داروا الناس اللي بغاو يسكنوا، يعني ماشي مثلا يعني باغي تكريه او لا. يعني دائما الواحد يحاول يفكر، لانه هذا واحد الدعم. إذا توفرت فيك هاد الشروط هذه بطبيعة الحال يمكن لك أنك تتقدم. كتوضيح أنه مثلا إذا خديتي لي زابارتومون من يعني من 30 مليون للفوق 70 مليون كتستافد من 7 المليون، يعني 70 ألف درهم. ولا خديتي من 30 مليون لتحت كتستافد من 10 ديال المليون، يعني 100 ألف درهم. دونك هاد المبالغ هادو كتاخدها مباشرة، يعني غير توفر هاد الشروط هادي. دونك كما قلنا هاد الشيء هذا غيبدا ان شاء الله في 2024 وغادي يتسالى في 2028. دونك عندنا تقريبا شي 5 سنوات بحال هكاك. دونك هذا جات هاد الفكرة هادي من جلالة الملك باش ان الناس توفر على السكن ديالها. كذلك من ناحية انه الديور اللي خصك تشري انها خص تكون بيرميدابيلتي ديالها يعني ما تفوتش، يعني تكون ديال 2023، يعني بشهر واحد 2023. يعني بالنسبة للديور القدام ما تقلبوش عليهم، لان ما يمكنلكش باغا تستافدش من داك الدعم. دونك بطبيعة الحال وكما قلنا انا خصو يكون دعم مباشر، خصو يكون السكن رئيسي اللي غتسكن فيه، ماشي مثلا باغي تكري ولا باغي تاخدو صافي، لا، لانك خصك تسكن فيه 5 سنوات. وهذه هي الامور اللي غتكون باش الواحد يستافد. وهذا الشيء هذا غيكون عبر منصات الكترونيه كما ذكرت في الاول. يعني تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونتمنوا ان الناس يعني يعني يكونوا عندهم السكن ديالهم، السكن لائق. لانه هذا المشروع ديال السكن باش انه كذلك يحرك شويه العقار، وكذلك ان الناس يتوفروا على واحد السكن لائق وتتوفر على معايير الجوده، ماشي بحال يعني الامور اللي كنا كنعرفوها اللي هي كارثيه جدا. وهنا كنوصلوا نهاية الحلقة، وأملي فيكم أنني نتلاقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله مع موضوع جديد ومع معلومة جديدة. وكذلك ما نساوش دعواتنا مع إخواننا اللي في فلسطين، اللي في غزة، اللي فعلا تيتعرضوا لمجموعة من الاعتداءات. نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويخفف عليهم هذه الأمور هذه. وأملي فيكم أن نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله.